أهلا بكم معي في حكريه جديده وقصه جديده من القصص اللي أصحابها فتحوا لنا قلوبهم وحكوا لنا أسرارهم علاش أن نأخذ العبرة ونتعلم من تجارب غيرنا. قبل ما نبدأ قصه نهتر ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ. أنا اسمي رضوى، واتولدت في بيت بسيط جدا. طفولتي ما كانش فيها حاجات مميزة قوي، بالعكس كانت حياة عادية زي الناس كتير. وصلت للثانوية العامة وبعدها قعدت في البيت، لأن أبويا كان راجل شديد جدا وما عندوش حاجة اسمها بنت تخرج أو تعيش حياتها زي باقي البنات. المدرسة كانت المكان الوحيد اللي بخرج له، وبعدها بقيت محبوسة حرفيا بين 4 حيطان. لو خرج يبقى مع أمي أو واحد من أخواتي الولاد، غير كده مستحيل. ومن كتر التشديد اللي كانت عايشاه بقيت أتمنى الجواز بأي شكل. كانت شايفة باب الخلاص الوحيد من السجن اللي أنا فيه. وفعلا لما كان عندي 18 سنة أتقدم لي أول عريس، وكان هو الأول والأخير. دوزيا كان بيشتغل في الخليج، وده بالنسبة لأبويا كان عريس لقطه. وافق عليه بسرعة جدا، خصوصا أنه كان ميشور الحال وجاهز. حسيت وقتها أن باب جديد للحياة بيتفتح قدامي. اتجوزته وروحت أعيش معه في نفس البيت اللي فيه حماتي وحمايا. هم كانوا ساكنين تحت، وإحنا في الشبه اللي فوق. ومن أول يوم دخلت فيه البيت ده دخلته بقلب صافي وبنيه طابع. اعتبرت حماتي وحمايا زي أهلي، والحقيقة هو أنهم فعلا عاملوني بحب وحنان عمر ما شفتهم في بيتي. حماتي كانت ست طابه بشكل يوسف، ما كانش تعتبرني مرات ابنها، كانت بتعاملني كأني بنتها. حتى شغل البيت كانت تمنعني أتعب فيه، وكانت تجيب ست تنظف البيت كله، شقتهم وشقتنا. أول مرة في حياتي أحس أن في حد بيحتويني بالشكل ده. حتى دوزية في البداية كان حنين ومحترم، لكن فرحتي ما طولش، لأن بعد 3 شهور جواز سافر الخليج تاني. بقيت أقضي يومي كله مع حماتي وحمايا، ولولاهم كانت حسيت بوحده قاتله. مرت الشهور ونزل أجازه تاني، وبعدها رجع وسافر وهو سايبني حامل. حماتي وقفت جنبي طول الحمل، ولما ولدت ابني الكبير حسيت أن الدنيا ضحك لي شوية. بعدها بسنين خلفت بنتي، والحياة كانت ماشية، لكن دوزي وجوده في حياتنا كان شبه معدوما. يدي 1 أو 2 في السنة، وبعدها يرجع غربته تاني. مع الوقت اتعودت على غيابه، وتعودت أشيل المسؤولية لوحدي. أنا اللي بربي، وأنا اللي بتعب، وأنا اللي بجري على الدكاترة والمدارس والدروس. وهو دوره كان الفلوس وابس. ولما كان بينس أجازه كان يحاول يعوض عياله بالهدايا والخروجات، فبقوا شايفينه الأب الحنين رغم أنهم ما عاشوش معه يوم واحد حقيقي. كبر العيال وكبرت معهم المسؤوليات، لحد ما حمايات أطوفة، وبعده حماتي بشهور قليلة. يومها حسيت أن الدهر يتكسر بجدي، بقيت لوحدي تماما. ودوزي وقتها قرر يبيع البيت القديم وينقلنا لمنطقه إرقاع لشنا يبقى مطمئن علينا، وفعلا اشترى شبه في مكان نظيف وآمن. لكن الوحدة فضلت تأكل فيا. كانت محتاجة دوزي يبقى موجود، مش فلوسه. كان بقوله أن ابنه محتاجة، وأن الولد داخل على المراهقة ولازم أبوه يبقى جنبه، لكنه كان دايما يشوفني زنامه وأنيث. يقول لي هو في حد يسيب شغله ورزقه علاش أنا يقعد. لحد ما اكتشفت الصدمة الكبيرة، اكتشفت أنه متجوز هناك. كان عايش حياته مع 6 إنيه، وأنا هنا مجرد زوجه على الورق. فكرت كتير أطلب الطلاق، لكن كانت خايفة على عيالي وخايفه من المستقبل، فقررت أسكت وأكمل علشانهم. مرت السنين، وابني كبر ودخل ثالثه ثانوي، وطبعا دي مرحله صعبه جدا على أي أم. كانت بحاول أتابعه في دروسه وسنتراته، وأخاف عليه من الصحبة الغلط. لكن مع الوقت حسيت أن أبوه بدأ يقويه عليا. لو رفضت الطلب لابني يكلم أبوه، وأبوه يبعت له فلوس من ورايا. بقيت أحس أني بخسر السلط عليه واحدة. وفي يوم بعد ما نام ابني قررت أفتح موبايله.
كانت عائزه أطمن عليه زي أي أم أشوف صحابه كلامه لو في حاده غلط. دخلت على الشتات، وفجأة لقيت محادثه بينه وبين مدرسه العربي بتاعته. المدرسة دي من أول يوم شوفتها وأنا مش مرتاحة لها. ست عندها حوالي 36 سنة، متجوزه وعندها عيال، لكن بتلبس لبس ضيق جدا وتحط ميك اب مبالغ فيه، وتتعامل مع الطلبة بدلع وميسه زيادة عن اللزوم. كانت بشوفها بتحضن الطلبة وتهزر معارهم بطريقه مش مريحة، لكن الناس كانوا دائما يقولوا دي شخصيتها وهي شاطرة جدا. فتحت الشات، وهنا كانت الصدمة الحقيقية. لقيت كلام بينهما ينفعش يكون بين مدرسه وطالب، كلام حب ودلع واشتياق. وحشتني، ما عرفتش أنام من غيرك، نفسي اسمع صوتك. وابني بيرد عليها بنفس الطريقة. حسيت وقتها أن قلبي بيقع مني. قعدت أقرأ أكثر، واكتشفت أن ابني متعلق بها بشكل مرعب. كان بيحكي لها كل حاجة عن حياتنا، عن مشاكلنا، عني أنا شخصيا. ولو تخينقت معه، هي اللي تهديه وتقوله صالح أمك. تخيلوا، الست دي بابت متحكمه في علاقتي بابني. عرفت بعد كده أنها مش مرتاحة مع جوزها، وأنا بينهم مشاكل، لكنه مهما حصل لها، هل ده يديها الحق تدخل في علاقة مع عيل عنده 17 سنة؟ عيل لسه بيكتشف نفسه ومشاعره. أنا دلوقتي مرعوبه أخسر ابني لو واجهته. مرعوبه أروح وأفضحها في السنتر فيقلب عليا. مرعوبه أعمل مشكلة فتخليه يتمسك بها أكتر، خصوصا أني شايفه قد هو متعلق بها، وقد هي مأثره عليه. كل يوم بقيت أراقبه أكتر، وشوف تصرفاته، وأحس أن الولد بيبعد عني شوية. خايف الموضوع يتطور لحاله أكبر، لعلاقه حرام تدمر مستقبله وحياته كلها. هو مجرد مراهق، وهي الست كبيره فاهمه كويس تحتويه وتخليه يحس أنه راجل ومهم بالنسبة لها. علشان كده جيت أحكي لكم حكايتي. أنا مش عارفة تصرف ومش عايزه أخسر ابني مهما حصل. نفسي ألاقي طريقه أبعده عنها من غير ما أحسسه إني ضده، ومن غير ما يكرهني. ودي كانت حكايتي، ومستنيه منكم نصيحه من القلب. يمكن حد فيكم يقول لي أعمل قبل ما ابني يضيع مني.